انا من الناس اللي شايفها يعني ممثلة بصراحة مش قوية خالص، ويعني ما عندهاش قبول بالنسبة لي يعني. ولكن يعني بسبب مشاكلها الكتيرة بقى خلتني بصراحة يعني مش حابب اصلا اشوف اي خبر هي فيه، وممكن اقفل من اي عمل هي هتشارك فيه. هي سماحة ممثلة جديدة من الممثلات الكتيرة جدا اللي الفترة اللي فاتت طلعوا، اللي كلهم شبه بعض ما لهمش اي شكل مميز يعني على الرغم من ان منى زكي وحنان ترك ومنى شلبي كان في بداياتهم يعني ما كانوش مميزين قوي. بس بعد كده مع الوقت بقى كل واحدة لها شخصية مميزة لوحدها يعني، وما خدتش وقت كبير يعني، ده هي في أوقات قليلة كان كل واحد فيهم ليه شكل مميز. الجيل الحالي للأسف كلهم شبه بعض، حتى شكلا بسبب العمليات أو بسبب التسريحات والتقليعات بقى كلهم شبه بعض. الممثلة اللي معانا دي اسمها آية سماحة، وقبل كده جوزها طلع شتم الصحفيين تقريبا عشان برضه فكرة ان الصحفيين بيغطوا الجنازة، ودي حاجة خاصة يعني بأسرة المتوفي. لكن انا عايز افهم هو ايه المبرر ان انت تغلط؟ طلع غلط جامد جدا في الصحفيين بعدين اعتذر. اصلا كان الموضوع استفزني، وكل حاجه هتستفزك وانت اصلا ما بتتكلمش في الشارع عشان لما حد يستفزك تروح ردد بسرعه. انت بتكتب على النت يعني بتاخد وقت عشان تكتب على الفيسبوك الرد بتاعك، زي ما احنا بناخد وقت عشان نكتب او نعمل حلقه. المره دي غلطت في مشيرة اسماعيل غلط كبير جدا، غلط. انا اصلا وانا بقرا الكلام بتاعها بصراحه انزعجت جدا، رغم ان انا مش من جمهور اكيد مشيرة اسماعيل. هي ست ممثله كويسه وكان ليها ادوار جميله جدا، وكانت متجوزه من ممثل علي الحجار، وعملت طبعا مسرحيه الواد سيد الشغال واحنا بتوع الاتوبيس، وعملت ادوار كتيره جدا، وطبعا جمعه الشوان. رغم ان انا مش من جمهورها، لكن بصراحه الكلام كان مزعج جدا ويعني خلاني اكرهها جدا. يا سماح يا سماح لو تفهم ان الكلام ده هيكره ناس كتير جدا فيها، وان هي مش هتاخد سوكسي يعني ان هي هجمت مشيرة اسماعيل عشان الكلاب والقطط، فالناس تقول الله قد ايه هي ست رحيمة او جميلة بتحب القطط والكلاب. ودي موضة بصراحة الناس طالعة فيها، طالعة في موضة الرحمة بالحيوان لكن ندوس على الانسان عادي. ويعني هم حتى مش فاهمين موضوع الرحمة بالحيوان ده المفروض تبقى اقدر بيك انك تبقى رحيم بالانسان. فما ينفعش انك تطلع تهاجم. وهنتكلم في موضوع الكلاب والقطط في في الحلقه هنا عموما، عشان كنت عايز اتكلم فيه بصراحه ومش لاقي له سياق اساسا، لان الموضوع مستفز جدا. لكن جه في يعني في نفس السياق بتاع القناه اهو، ان فنانه طالعه تشتم او تنتقد مشيرة اسماعيل عشان ايه؟ تسببت في غلق عياده بيطريه والحيوانات محبوسه جوه. مبدئيا كده العماره اللي فيها مشيرة اسماعيل كان فيها عياده بيطريه. ممكن العماره دي تكون مش تجاري، في بعض الكومباوندات يقول لك لا انا ما ينفعش ارخص لحد تجاري، يعني ما ينفعش تفتح فيها مكتب محاماه، مكتب هندسه، عياده، ما تنفعش. يقول لك انا بدي لك الوحده على انها سكن. في ناس تانية ممكن يبقى فيه تجاري عادي، فما اعرفش القصه ايه يعني، هل هي كان مسموح بيها تجاري ولا لا. المهم مشيرة اسماعيل راحت بلغت، قالت ان هي منظر الكلاب الى اخره بيزعجها. وفي ناس كده فعلا تبقى نازله مثلا تلاقي واحد طالع بكلب، ممكن الكلب ده يكون مريض عنده مرض ممكن يعدي حد. في ناس معاها كلاب دوبرمان وكلاب ضخمه جدا وبتاع، فتقلق مثلا او تنزعج. يمكن صوت الحيوانات اللي بتبات في العياده بتعمل مشاكل كده يعني. فبالتالي هي راحت بلغت بشكل قانوني وقفلت العياده، او العياده اتشمعت. الناس بقى اللي نفذوا قرار التشميع سابوا الحيوانات جوه وشمعوا العياده. دي غلطه الناس اللي شمعت. تمام؟ ليه؟ لان انت المفروض تطلع الحيوانات الاول توديهم لدكتور تاني، ما تقفلش عليهم هيموتوا كده من الجوع. بس فما كانتش غلطه مشيرة اسماعيل. ردت هي بقى قالت ايه؟ مين مشيرة اسماعيل دي؟ شوف الدخله كده بدايتها بتاعت واحده لسه اصلا ما مثلتش دورين على بعض، بتتكلم على واحده عملت مسرحيه زي واد سيد الشغال كل مصر شافتها، طلعت تقول على الست دي بقى مين مشيرة اسماعيل. زي طبعا دموع في عيون وقحة او جمعة شوان يعني، وطبعا كل مصر شافته. بتتكلم بقى واحدة ست بتمثل اصلا، آية سماحة دي بتمثل عشان هي متجوزة اخو ناهد السباعي اللي هو حفيد فريد شوقي. يعني هي الحكاية كلها اصلا بدايتها كانت بواسطة. جاي تقول بقى مين مشيرة اسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية. انسان عادي ممكن يبلغ عن عيادة ايه اللي مين في الحياة؟ واحد بينزعج من الكلاب اللي طالعه واللي نازل، او يمكن العماره مش مرخص بيها تجاري، هو حر يعني. والعاده تتشمع، طالما اتشمعت يبقى في قانون يتنفذ.
اللي جواها حيوانات والعياده مرخصه وورقها سليم. هي بتقول عياده مرخصه وورقها سليم، يبقى احنا كده الموضوع ممكن يكون تجاري عادي، بس وارد ان السكان بينزعجوا عادي جدا. اللي اهم من كده ان فيها حيوانات ومش حيوانات تموت، مش مهم الحيوانات تموت. مشيره، المهم المشيره ما تزعلش. طبعا في حد كان عامل يعني تشفير كده عشان الكلام ده ما ياخدش حظر تأييد يعني. بصراحه بقت حاجه مزعجه جدا يعني، الواحد ما كانش عارف يقرا الكلام اصلا. المهم، مش هي دي المعتزله المحجبه المتدينه؟ ولا الاخبار دي على واحده تانية؟ طبعا الكلام بتاع المحجبه والمتدينه، ايه السياق اللي تحط فيه الكلام ده يعني؟ مش فاهم بصراحه. والله يا ست كتر خيرها برضه انها متدينه يعني. لو هي متدينه طبعا حاجه جميله جدا. هل دي يعني فكره يعني؟ مش عارف بصراحه. الطريقه كده تحسسك ان في موقف من مشيرة اسماعيل، او ان الشخص المتدين ده لازم بعد كده محدش يسمع له صوت خالص. ده على افتراض طبعا ان يعني هي هتقيم الناس. لكن انا بقى راجل قاعد كده والاقي العياده بتاعتي، نفترض مثلا مكتب محاماه في عماره وبيستضيف بعض الناس المسجلين والمجرمين اللي عليهم قضايا والكلام ده، لو السكان انزعجوا هتلاقي المحامي بمنتهى الشياكه خالص ممكن ما يقابلش الناس دي خالص في المكتب. ممكن يتفاهم مع الناس. عيادة حيوانات طالعه كلاب طالعه نازله بتاع، ممكن يتفاهم مع الناس. طبعا مكاتب المحاماه ما بيروحوش مسجلين ولا كده يعني. لكن هنفترض جدلا يعني، هنفترض مثلا حد فاتح اي نشاط في عماره، لو السكان انزعجت ممكن يتسحب منه الترخيص حتى لو ورقه سليم. يعني لما الاقي كلاب طالعه نازله، ممكن كلب يبقى عنده جرب، وارد. فانا بقى قلقان بقى يعني، مش ممكن يا جماعه هنزل ازاي واتحرك ازاي؟ دي ست كبيره عندها 64 سنه ولا 74 سنه، فبالتالي يعني وارد تكون بتنزعج. طبعا في حد رد الناحيه الثانيه وقال لك لا، ده اصل هي الفنانه مشيره اسماعيل او الفنانه المعتزله مشيره اسماعيل لما يعني حاولت قبل كده اي بقى حد داخل العياده دي ترش عليه ميه بالجاز، مش عارف ايه الموضوع ده يعني. حاولت، اتضايقت، هي متضايقه اصلا من وجود العياده. فبالتالي انا شايف لو الواقعه دي صحيحه يبقى الست دي عندها واسطه، ولا ينفع يتقال لها هي مين مشيره اسماعيل والجو ده؟ واحده ست عادي جدا غلبانه متضايقه جدا من منظر الكلاب اللي طالعه واللي نازله، واللي عنده طبعا حاجات بقى غير الكلاب. ممكن عياده البطاريه دي واحد لو بيربي شبل اسد يعني في البيت عنده، لو اخد ترخيص بكده يجيبه. بصراحه انا نفسي اتضايق لو عندي عياده بيطريه وطالع بامانه. اصل الحيوانات الرفق بيها مش متوقف على العياده بتاعت الدكتور ده اساسا، فانا ممكن افتح في اي حته تانية. وبعدين هي مشيره اسماعيل قالت لهم اقفلوا على الحيوانات جوه. انا شايف انها مزايده فارغه ومحاوله لانها تاخد اللقطه ان هي يتقال عليها الست الكيوت الرحيمه بالحيوانات. وهنا الموضوع بتاع الكلاب ده ناس كتير قوي اتكلمت فيه. في ناس طلبت ان الحيوانات تتسم والكلاب بتاعت الشارع تتقتل، زي زمان كان في عربيه ضرب خرطوش كده تسمع صوت طلقات بالليل ويقول لك ده عربيه الكلاب. ليه الكلاب دي للاسف بتتساب كده من غير ما تطعم، من غير اي حاجه خالص، وارد يجي لها سعار في اي وقت؟ فالاهالي في المناطق الشعبيه يطلع عليها كلاب ساعات، كلب بيجيله صراع سعار، واكتر من مره كلب كل حته من جسم طفل ولا طفله. ومش مشكله الحته دي على قد ما هي مشكله انه بيحصل وفاه لو ما لقاش الحقنه بتاعت يعني حقن الكلاب دي اللي هي الحقنه المصل، عشان ما يتسممش ويموت. ففي ناس كتير جدا واجهت خطر الموت، لفت بعيالها على مستشفيات كتير عشان تلاقي الحقنه دي. والحقنه دي غاليه جدا جدا، صحيح بتبقى متاحه مجانا لكن غاليه جدا على الحكومه، والحكومه بتوفر ارقام ضخمه جدا منها، وكمان مش في كل المستشفيات ممكن تلاقيها. فالاهالي يقعدوا يلفوا بعيالهم وهم بيواجهوا خطر خطير زي ده يعني، موضوع خطير جدا زي ده يعني. وكل ده عشان واحده مثلا على السوشيال ميديا عايزه تعمل نفسها فنانه. ما بتكلمش بقى عن دي خالص، يا سماحه دي اصلا يعني حد ما شافلهاش عملين على بعض اصلا، وبصراحه ما هيش مميزه ولا هي ممثله قويه يعني. انا بتكلم عموما يعني. وتلاقي بعض الفنانين على النت يقول لك لا، الاهالي دي بتتكلم ازاي، الشعب ده بيتكلم ازاي، الناس دي بتتكلم ازاي، يعني ايه يقتلوا الكلاب؟ يا عم قدر حضرتك ان هم مش ساكنين في المكان اللي انت ساكن فيه، وعندهم كلاب جيرانهم واصحابهم اللي بتاخد تطعيمات واللي بتاخد كده. هم الناس طالبه ايه؟ يا الحكومه تشوف لهم تطعيمات للكلاب اللي في الشارع. ده صعب على اي حكومه في الدنيا انها تقعد تجيب تطعيمات وتحط بقى ايه كلبش على بق الكلاب عشان لو اتسعروا
ويتوفر لهم اكل صحي دراي فود وكده. يا عم هو يعني بتهزر؟ انت مش شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ شايف الناس اصلا بتكمل اكلها بالعافيه، الناس بتكمل يومها بالعافيه اكل، هياكلوا الكلاب بتاعت الشارع كمان. فما يعني بلاش بقى الطريقه دي. ناس منعزله كده عن العالم وبيتكلموا من ابراج عاجيه، كما لو ان الكلاب اللي في الشارع دي شبه الكلاب اللي هما بيربوها. حتى الكلب اللي في الشارع ده بيهوهو على الناس، ولو انت معدي بكيس جاي من سوق ولا جاي من اي حاجه، اقعد يهوهو على كيسه، ممكن ينتشوا منك، يضيع لك نص مرتب موظف يا عيني جايب حاجات مروح بيها للبيت. فالموضوع مش زي ما انت عايش يعني، وبتحكم على ناس تانية. وانا كنت عايز اتكلم في النقطه دي بصراحه، من كتر الفنانين اللي اتكلموا الفتره اللي فاتت عن مطالبات بعض الاهالي بانهم يسموا الكلاب. طبعا انا ضد انك تسم كلب او تقتل روح، بس الحل ايه؟ يعني قول لي الحل ايه؟ ناس بتناشد الحكومه ان هم يشوفوا حلول لموضوع الكلاب المتزايد. الكلاب جاعد جدا. الكلاب كانت الاول بتلاقي ممكن حاجات في الزباله بتاكلها، دلوقتي الكلاب ما لقيتش حاجه في الزباله بتاكلها، فبداوا يهاجموا الناس. والكلاب بقى منظرها ضعيف جدا وهزيل، فبدات تهاجم اي حد معدي بكيسه، اي حد، اي طفله. اطفال كتير يا عيني جدا اتعضت الفتره اللي فاتت. في واحده نزلت بوست لبنتها ورجلها متاكله من كلب، وقالت انا اللي هنزل بنفسي احط سم للكلاب. فالكلام صعب جدا. طبعا الحيوانات دي صعبه جدا، ومش كلهم ينفع يتاخدوا بذنب حد. واللي المفروض ياخد سعار تديله حقنه سعار. الكلب نفسه، مين في اي منطقه عنده حقنه سعار؟ مين هينزل يروح العياده الصحيه ويقول لهم يا جماعه اصل انا عندي كلب في المنطقه وعايز اطعم كلاب المنطقه، ادوني الحقن وانا انزل اديها له؟ هيقولوا اطلع امشي، يجري يطلع بره. تاخد حقن بتاعي؟ تعرف الحقنه بكام؟ تاخدها تبيعها؟ ممكن تقول له كده. طيب هيقول للوحده الصحيه لو سمحت يا دكتور انزل شوف لنا الكلاب بتاعتنا، وبقى مين لو حد عبرك؟ الحل ايه؟ ايه الحل؟ والمشكله ان هو طلع ترند ان كل واحد عايز يعمل نفسه رحيم وفنان وعبقري، يطلع يتكلم عن الكلاب والقطط. طب ما تطلع تتكلم عن البني ادمين يا حبيبي، اقصد البني ادمين اللي بتتعض يعني من الكلاب يعني، وانت سايبهم كده وعامل نفسك رحيم قوي بيهم. وانت يا ست انت كمان يا اللي بتتكلمي، الرحمه اللي عندك ما فرقتش ما بين الرحمه على الحيوان والرحمه انك تكلمي واحده ست عندها 74 سنه وتقولي مين دي وفلانه وعلانه وتتكلمي كده، وانت اصلا مش فاهمه الموضوع ايه، ومش فاهمه ان هي ما طلبتش تشمع والحيوانات جوه، هي طلبت تشمع. واحده ست ساكنه في المكان ده من حقها تطلب، وواضح ان حقها طلع ده قانوني لانه تشمع مؤقتا بقى، والراجل هيطعن في القرار بتاع التشميع، دي حاجه ترجع له. فيعني معلش، يعني هي استخدمت حقها القانوني وراحت قدمت بلاغ. انت لو ساكنه في نفس العياده كنت هتعملي كده؟ انت لو ساكنه في عماره فيها عياده ممكن كنت تعملي كده قوي. فيعني مش عارف. النقيب اشرف زكي طبعا قرر يعمل اجتماع يعني لبحث الغاء تصريح، يعني تشتغل بتصريح اصلا مش عضوة نقابه. فبالتالي هي راحت عامله ايه؟ نزلت اعتذار اول ما الموضوع جه على المام والشهره والفلوس والمهرجانات والحاجات دي. ابدا اعتذر بقى، يعني خلاص لازم اعتذر. لو كان الاعتذار قبل كده ما كنتش هقول الكلام ده خالص. لكن واضح كده ان بالمنظر اللي احنا شفناه ده، لا، الاعتزال عشان المام، عشان النجوميه. طبعا هتقول لي هي نجمه اصلا من الاول ومتجوزه منتج تقريبا وابن عيله فنيه كبيره، لكن ماشي، مش هيبقى المام، هيبقى عشان ابقى موجوده، عشان الشهره. وانا مش عارف بصراحه الناس دي لو ما اثبتتش نفسها المفروض الجمهور ما يتفرجش عليها تاني. زي الصحفيين كده ما قطعوها وقطعوا ان هي يصوروها في اي مكان بعد ما هاجم جوزها الصحفيين. الاعتذار بتاعها برضو، اعتذر الفنانه الكبيره، بقت فنانه كبيره دلوقتي، ما بقتش هي مين اول ما بقى فيها قطع تصريح. اعتذر الفنانه الكبيره مشيره اسماعيل عن هجومي المندفع بشكل متهور وغير مناسب. احترم واقدر الفنانه مشيره اسماعيل وتاريخها الكبير، ولم اقصد الاساءه لشخصها تماما، ولكن حدث ذلك بسبب توتري من المشكله نفسها وتاثري بها وغضبي ناتج عن حبس بعض الحيوانات. ما احنا قلنا هي السبب فيهم، هي السبب في قفل الحيوان. يعني بصراحه اللي خد القرار برضو انه قفل على حيوانات جوه ده غريب بصراحه. تتلقى علاجا، بس طبعا مش مشيره اسماعيل، تتلقى علاجا بداخل العياده، وعلى الرغم من ذلك تم تسميع العياده. هذا ليس تبرير مني ولكن توضيح واعتذار. لا ده حضرتك ده عشان الاجتماع بتاع اشرف زكي.